واش عارفين ان هذا العام غادي تجيكم فلوس اضافيه على الدعم اللي كتاخذوه كل شهر؟ هاد الفلوس غادي تكون بديله لمبادره مليون محفظه، وغادي تعاونوا بها وليداتكم يشريو الكتب واللوازم المدرسيه بلا ما تحسوا بالضغط المالي. بغيتوا تعرفوا التفاصيل؟ تابعونا حتى الاخر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم ياسين من قناة المجتهد. كيف العادة كنبغي نذكركم ديروا جيم للفيديو وتشتركوا في القناة ديالنا باش يوصلكم الجديد ديال اخبار التعليم. اليوم غادي نتكلموا على واحد الدعم المالي جديد اللي غادي تستافد منه الاسر المغربية بمناسبة الدخول المدرسي. هذا الدعم غادي يجي كدعم اضافي على الدعم الاجتماعي المباشر اللي كتعرفوه، وغادي يعوض مبادرة مليون محفظة اللي كانت كتوزع الحقائب المدرسية على التلاميذ. دابا الفلوس غادي تجيكم مباشرة في الحساب ديالكم باش تشريو الكتب واللوازم المدرسية. وزارة الاقتصاد والمالية صدقت على واحد المرسوم اللي كينص على هذا الدعم المالي الجديد. الأهم في هذا الموضوع هو أن هذا الدعم غادي يكون كل دخول مدرسي، يعني ماشي غير هذا العام بل كل عام، وغادي يجي فوق من ذاك الدعم اللي كتشدو ديجا. شنو الفرق بين الابتدائي والإعدادي والثانوي في هذا الدعم؟ الأسر اللي عندها أولاد في الابتدائي والإعدادي غادي تستافد من 200 درهم إضافية، بما الأسر اللي عندها أولاد في التأهيلي غادي تستافد من 300 درهم. هاد الفلوس غادي تصرفوها مرة واحدة في شهر 9، يعني قبل ما يبدا الموسم الدراسي، باش تكونوا مستعدين. واحد الحاجه مهمه اللي لازم تعرفوها، هاد الدعم ما غاديش يتقطع عليكم من داك الدعم الشهري اللي كتشدوا عاده، يعني ديك 500 درهم اللي كتاخذوها كل شهر غتبقى تاخذوها بلا ما تنقص. وهذه هي الفرصه ديالكم باش تعاونوا وليداتكم يدخلوا للمدرسه ويقراو مزيان. وفي الاخر بغيت نذكركم تشاركوا هذا الفيديو مع الناس اللي كتعرفوا، خصوصا اللي عندهم ولاد متمدرسين، باش يستافدوا حتى هما. واللي عنده شي سؤال يخليه لينا في التعليق وانا غادي نجاوبكم عليه. شكرا لكم على المتابعه، تهلاو في راسكم ونشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.